حكايتنا النهاردة عن المعلم الهداف والصانع والقائد كمان. ده بقى اللاعب اللي لوحده حملة، أسرع ديليفري في مصر، باك شمال بس أرقامه تحسسك إنه لاعب رقم 10 صريح. ما هي كده، ما تفسده الحياة يصلحه علي معلول. اتولد علي معلول في يناير 1990 في الصفاقس في تونس، ولعب لأكاديمية نادي الصفاقسي في 2001، يعني كان عنده 11 سنة بس. وبدأت حكاية واحد مركزه باك شمال على الورق، لكن في الحقيقة بتلاقيه دوره أكبر من كده بكتير في الملعب. اتصعد للفريق الأول في نادي الصفاقسي وكان عنده 19 سنة بس، وبقى بينافس على افتكاك مكانه في التشكيلة الأساسية. وواحدة واحدة أخذ علي معلول يلعب مباريات أكتر وتقل مهاراته، وظهرت لديه خصائص هجومية واضحة لكل مدرب، ومن موسم لآخر بدأ يثبت نفسه ويثبت أقدامه في التشكيلة الأساسية للفريق، وبقى أحد أهم الركائز بالنسبة للنادي وكمان للمنتخب الوطني، خاصة مع تنفيذه للكرات الثابتة وتسجيله للركلات الحرة. ومن موسم 2014-2015 أصبح علي معلول القائد الأول للنادي الرياضي الصفاقسي، ومن موسم 2015-2016 يتصدر علي معلول ترتيب هدافي الدوري التونسي ب14 هدف في حدود تقريبا الجولة ال20، وده رقم قياسي لم يسبق لأي مدافع في تاريخ الدوري التونسي إنه يحققه. وأكتر لاعب بس سجل 9 أهداف في خلال موسم واحد في الدوري، وحقق خلال الفترة دي شوية بطولات، يعني مثلا زي الرابطة التونسية المحترفين، وزي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس شمال إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس، وكان هداف الرابطة التونسية المحترفة. اللي قدمه علي معلول مع نادي الصفاقسي خلى عيون الناس كلها تبص عليه، وبدأت إدارة النادي الأهلي تحط عينيها على علي معلول، وبالفعل يوقع علي معلول للنادي الأهلي وينتقل علي معلول للنادي الأهلي، وتبدأ حكاية علي معلول مع عشقه للنادي الأهلي. اللي قدمه علي معلول للأهلي جوه الملعب ممكن نتفهمه بشكل أكبر لما نستوعب إنه منذ وصوله للأهلي في 2016 بقى الأهلي طرف في نهائي إفريقيا 6 مرات في 7 سنين. ومن الحاجات الساخرة إن الفترات طويلة لما كان علي معلول بيغيب عن مباراة، كل أهلاوي في قرارة نفسه كان بيبقى عارف إننا مش هنلعب كورة، وارد نكسب طبعا، لكن مش هنلعب كورة في الجزء الهجومي. شيء غريب جدا إنه يبقى مرتبط بباك شمال، وشيء ما عملوش علي معلول لوحده بالتأكيد، لكنه كان عنصر مهم جدا في لحظة من اللحظات اللي بتعدي بيها الأندية في تاريخها ياخد منحنى تاني خالص. اللحظة دي كانت لحظة تعاقد الأهلي مع علي معلول. اما اللي قدمه بره الملعب، انا بعتقد ان هو مفهوم في كل مرة تعامل فيها معلول باحترام واحترافية، وقت تلقيه عروض مغرية فترة قمة عطائه، او حتى دوره القيادي اللي حكى عنه زمايله بالتحديد اللعيبة الصغيرة في اكتر من مرة انه بيعمله بدون ما يلبس شارة كابتن الاهلي ولا مرة في حياته. طبعا اكيد علي معلول افضل لاعب اجنبي لعب للاهلي، بس اوعى الجملة تقف كده وبس، ده ابن الاهلي وابن الفانيلا الحمراء من اول ما لبسها لحد دلوقتي. مين اللي يستجري يقول عليك لاعب اجنبي ويسكت؟ مين اللي يجيله قلب انه يصنفك كاحسن لاعب محترف بس في تاريخ النادي الاهلي؟ لما انت ما يتقالش عليك ابن النادي، مين اللي يتقال عليه؟ علي معلول مش مجرد لاعب هيتكتب اسمه في صفحات كتيرة من تاريخ الاهلي بحروف من ذهب. علي معلول هيجي في يوم من الايام وحكايته هتبقى اسطورة تتناقلها الأجيال ويسمعوها البعض لما يحبوا يتعلموا يعني إيه معنى كلمة أهلي. معلول شارك مع الأهلي في أكتر من 238 مباراة في خلال 7 سنين. 7 سنين بس كانت كفيلة إنه يبقى أفضل أسيست وأكتر صانع أهداف أجنبي في تاريخ الدوري المصري. تخطى بالرقم ده صناع ألعاب كتير. 7 سنين كانت كفيلة أو كانت كافية إنه يبقى تاني أكتر صانع أهداف في تاريخ الأهلي بعد مصطفى عبده، ويفصله فقط 12 اسيست وينفرد بالرقم ده ويكون اكتر صانع لعب في تاريخ النادي. 7 سنين بس كانت كفيلة لتربعه على عرش الباك ليفت الافضل داخل القارة. كانت كفيلة ان علي معلول واحد من اكتر اللاعبين المؤثرين في تاريخ النادي، مساهمة بالاهداف في 117 هدف في خلال 241 مباراة. ارقام مميزة من لاعب يصنف انه مدافع اصلا،
مسجل 44 هدف وصانع 73 هدف مع الفريق منذ انضمامه. ده رقم مرعب لأنك بتتكلم في الأصل عن لاعب باك ليفت. 7 سنين كانت كفيلة انه يبقى افضل صفقات او افضل صفقة في تاريخ الاهلي، وواحد من افضل لاعبي الاهلي في تاريخه ككل. محمود طاهر لو هتتحسب له انجاز واحد، او لو هيتحسب له انجاز واحد، في وجهة نظري ان الاهلي هيكون تعاقد مع علي معلول. ولكن يبقى السؤال الاهم، ماذا بعد علي معلول؟ لو جبت واحد ملوش علاقة بكرة القدم وحلفت له ان معلول التونسي بيتخانق علشان لاعب زميله في الاهلي في 4 مواقف مختلفة، منهم موقف مع لاعب من بلده وزميل ليه في المنتخب، مش هيصدقك. علي معلول بيمثل الروح والانتماء والاخلاص للتيشيرت اللي هو لابسه، علشان كده بقى اسطورة اهلاوية، متقبلين وجوده في منصب اداري بالنادي الاهلي بعد اعتزاله على حساب واحد من ولاد النادي، عادي جدا. حقيقي أنا سعيد جدا إني عاصرت حقبة علي معلول في النادي الأهلي. معلول بهذا العمر منظومة لعب بحالها يضاهي 40% من قوة الأهلي الهجومية، كابتن فريق بدون شارة، كوتش جوه الملعب وعنده ثبات ذهني مش طبيعي، لاعب وفي للأهلي ومش عايز يرحل، ورفض عروض متلتلة بأموال طبعا مضاعفة لراتبه في الأهلي. معلول صعب يتعوض، معلول يفضل في الاهلي لحد ما يبقى شايب، وصدقني مش هتلاقي حد زيه برضه. معلول عامل السن مش هيأثر فيه بالشكل المبالغ فيه، وده مش تنجيم، يعني ببساطة بينام بدري، ملتزم، ما بيدخلش صراعات ذهنية بره الملعب، تحس انه هو مكرس حياته عشان يلعب كورة بس، وده سر من اسرار الحفاظ على اللياقة البدنية والذهنية المستمرة. هو لاعب رول موديل، لاعب جيل، لاعب الشباب تتعلم منه يعني ايه احترافية ويعني ايه حياة لاعب كرة قدم. معلول ده لازم يتعمل له حاجة كده توثيقية ليومه وحياته الكروية. اعملوا تمثال لعلي معلول في استاد التتش، اكتبوا اسمه جنب الاساطير، اذكروا اسمه دايما جنب الخطيب وابو تريكة، واحكوا لكل الناس ان في لاعب تونسي اتولد بالغلط في قلب الجزيرة، فكان أهم لاعب في آخر 10 سنين في تاريخ النادي الأهلي. متنساش ان انت الداعم الوحيد لينا، فتنزل حالا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس